السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا روتين يوم جديد، يوم كده ان شاء الله هنقضيه كله في المطبخ، بس في حاجات كتير هتعجبكم ان شاء الله. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وبشكر كل الناس اللي انضمت لينا جديد. وجودكم على راسي من فوق، وشرفتوني ونورتوني والله. اول حاجه كده ابتديت بيها يومي ان انا شغلت الغساله كده، كان عندي شويه غسيل حطيتهم بقى في الغساله وشغلتها كده وسبتها بقى ايه مع نفسها قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه. كان عندي بقى الشقه رايقه ما فيهاش اي حاجه يعني الحمد لله. فكنت هعمل سمك بقى النهارده، فجبته كده بقى وقلت اما اتبله عشان اسيبه بقى كده من اول اليوم يشرب التتبيله ويبقى طعمه حلو. حطيت بقى قرن فلفل كده، ولو حابه تحطي قرن فلفل برضو اللي هو حامي يعني سبايسي عشان يبقى كده سبايسي. ومعلقه كبيره كده من الثوم المهروس. وهحط عليهم بقى معلقه صغيره كده من الكزبره، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقتين كده صغيرين من الملح. وطبعا هحط عليهم ليمونه وكمون وكزبره بس، وبهارات سمك بس. هي دي التتبيله بتاعتي. وهنضرب بقى الكلام ده كده في الكبة. لما بقى ضربتهم شوية كده فتحت بقى وعصرت الليمونة في الآخر. وهحط كمان حوالي معلقتين من الخل كده، تمام. وهضربهم ضربة كمان وبس كده، وكده تبقى التتبيلة جاهزة معايا. وكده اهو التتبيلة خلاص جهزت معايا. همسك بقى السمك، عملت فيه فتحات كده وانا قاسمه السمكه كده بالنص لان السمك كان حجمه كبير. فطبعا انت براحتك لو حابه تسيبيه بحاله، بس انا بحب اقسمه كده عشان اضمن ان هو استوى كويس قوي. وكمان بعمله الفتحات دي عشان ادخل فيها تتبيله كده، ويكون بقى متشرب التتبيله من كل حته فيه كده. وبحشي بقى من جوه كده من عند الراس والبطن كده كويس. وبحشي بقى الحتت اللي انا مفتحاها دي، ولحد بقى ما خلصته كده كله اهو. هسيبه بقى في التلاجة، اغطيه واسيبه في التلاجة. وشوية التتبيلة دول هقولكوا هنعمل بيهم ايه دلوقتي بقى. على ما السمك بقى يتعمل يعني يتبل كده شوية قرب بقى ما جيت اسويه حوالي بعدها بساعتين كده. جبت بقى بصلاية كده في الحلة، وحطيت عليها شوية زيت. وقلت بقى لما اعمل شوية الرز بقى بتوع السمك هسيبها بقى اقلب فيها كده لحد ما لونها تحمر معايا كده وتاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنزل بقى بشوية التتبيلة بتاعتنا دول، بيخلوا طعم الرز يعني جميل قوي، روعة بجد. وكمان كام ورقة لورا كده. وهنا بقى مش هحط اي بهارات تاني لان التتبيلة دي كان فيها يعني كل حاجة فيها، كمون وكزبرة وبهارات سمك وكل حاجة. ونزلت عليهم بقى بالمية كده لما اخد اللون الذهبي الغامق قوي ده، لحد بقى ما المية تغلي معايا كده. وكمان هضيف الملح، هظبط الملح بس. وبعدين بقى ضفت الرز. اول ما المية غلت بقى بدأت اضيف الرز. حطي بقى لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتنوريني بالاشتراك. وسبت الرز بقى كده على نار عاليه. اول ما يتشرب هقوم موطيه عليه بقى كده واسيبه مع نفسه بقى لحد ما يستوي كويس. هنا بقى هعمل الطحينه بتاعتي. جبت حوالي 3 معالق كبار كده من الطحينه، وهنزل عليهم بقى بنص ليمونه كده. لا، حطيت ليمونه كامله اهي. طبعا على حسب الكميه انت بتعمليها، هي كانت ليمونه صغننه. وهقلب بقى كده كويس، واحط كمان شويه خل كده عشان الخل بيفتحها برضو. وكمان بقى هضيف لها الكمون، شوية كمون وشوية من الملح. وهقلب بقى الكلام ده كله كده كويس. وبعدين اضيف بقى شوية مية دافيين كده. طبعا بقى بتضيفي المية على حسب ما انت عايزة السمك بتاعها. انا عملتها هي كده يعني مش تقيلة اوي ولا خفيفة اوي، وخلاص كده. هنا بقى هعمل كده شوية سلطة خضرا بقى اوام كده معاكم. يعني مفيش احسن بقى من واحنا كده يعني ننظم يومنا ونشوف اللي ورانا. اي حاجه كده عايزين نعملها. انا النهارده كان يومي يعني الحمد لله كان هادي كده ورايق، ما كانش عندي حاجات كتير غير بس ان انا اعمل الاكل. وكمان عملت بقى حاجه حلوه هتشوفوها دلوقتي معايا في الفيديو. يعني طالما مش بيكون ورايا حاجات كتير فبحب بقى ان انا لما ادخل المطبخ اعمل كذا حاجه فيه بقى كده واخلص كل اللي ورايا. وكمان كنت جايبه بقى طماطم كده. الطماطم اليومين دول بقى رخيصة وحلوة قوي، فاستغلوا بقى الفرصة دي وحاولوا بقى ان انتوا تخزنوا يعني على قد ما تقدروا. انا كنت جايبة كمية بسيطة بس انا ان شاء الله هجيب تاني. يعني كل ما بكون مثلا في السوق والاقيها حلوة بقوم جايبة، وطالما سعرها كويس بقوم جايبة شوية كده. وبعدين بقى اعملهم كده بقى افرزهم واحطهم في الفريزر. ممكن بقى ان انت تعمليهم اللي مثلا لتسبيكة محشي، واعمليهم لأي حاجة بقى انت عايزاها. هتعمليها صلصة عادية وبرضو ممكن تستخدميها في تسبيكة محشي تبقى جاهزة معاكي. الحاجات دي بتسهل علينا الوقت كتير قوي في المطبخ يعني. بس طبعا مش كل حاجة، اليومين دول الدنيا بقت صعبة قوي، فمش كل حاجة بنقدر ان احنا نفرزها يعني.
يعني الحاجات اللي هي انا بنتهز فرصة مثلا الاقيها ان هي سعرها كويس ورخيصة فبعملها. لكن في حاجات كتير مثلا بقت غالية قوي، وكمان الوضع بقى صعب ان احنا ما نقدرش نوفر ونفرز حاجات كتير، فبنشتري حاجات يومها بيومها، اليوم بيومه يعني وكده، او مثلا حاجات الاسبوع. فمش مهم يعني، على قد ما تقدري اعملي يعني الحاجة اللي نلاقيها مناسبة لايدينا كده وسعرها مناسب على قد ايدينا ممكن نفرزها ونعملها. وطبعا كل واحد ومقدرته، لو انت حابة تفرزي اي حاجة انت حباها براحتك يعني. فانا لقيت الطماطم كده حلوه، قلت بقى اما اجيب يعني، كنت جايبه 2 كيلو ونص في اليوم ده لان انا اعملهم واشيلهم، وقلت برضو لسه هجيب تاني لان مش كل دي الكميه اللي انا بجيبها، انا بجيب كميه اكتر من كده بفرزها. بس كل ما يكون مثلا معايا فلوس اقوم جايبه مثلا بزياده واشيلها. وكده بقى خلصت طبق السلطه بتاعي كده، وانا عماله ارغي معاكم بضيع الوقت معاكم. يعني انتوا بجد تعليقاتكم الجميله اللي الناس بتكتبها لي، ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش من كلامكم الجميل. وهنا بقى كنت خلاص خلصت الرز والسلطه والطحينه، جبت بقى السمك بتاعي كده عشان يبقى سخن، وحطيته بقى في الدقيق، والدقيق ده انا حطيت فيه معلقتين نشا. تمام. يعني على حسب كده الكميه بتاعتي، ده كان كيلو من السمك، يعني كيلو حوالي كيلو و200 جرام كده. هما كانوا عاملين 3 سمكات، فانا كنت مقطعهم كده بقى عشان هو كان حجمه كبير شويه، كنت مقطعاه كده عشان يستوي كويس قوي معايا. بعد بقى ما اتبل كده وقعدت في التتبيله حوالي كده 3 ساعات في التلاجة زي ما قلت لكم، جبته بقى وعملته اخر حاجه عشان هو طبعا مش بياخد وقت في التحمير، فيكون سخن معانا كده على الآخر. بس كده بحط في الدقيق وبحط فيه معلقه النشا اللي بتخليه مقرمش كده وجميل. بس وشويه الدقيق دول ممكن ما نرموش، احنا بنعينهم برضو لاستخدامهم تاني في السمك. جبت هنا زيت سخن على النار، وبقى في الطاسه دي انا عاملاها مخصصه كده للحاجات دي، السمك مثلا لتحمير بطاطس، فانا يعني دايما بس يعني بستخدمها في الحاجات دي. وطبعا لكن اي حاجة تانية حلويات او اي حاجة تانية مش بعملها فيها. جيت هنا بقى كده ايه، السمك بتاعي خد لون دهبي جميل كده، بدأت اقلبه. طبعا يعني بنسيبه على كل ناحية كده حوالي مثلا 10 دقايق عشان يستوي معايا كويس. وكمان الليمون اللي انا بحطه ده مش بيخليلك ريحة زفارة في الشقة خالص، اللي هو ليمون معصور عادي يعني، بدل ما ترميه اللي هو كنا عصرينه على السلطة مثلا او اي حاجة، بتقومي ايه ضيفاه كده في الزيت. وهنا بقى السلطة بتاعتي اهي، وكمان الرز المفلفل الجميل ده اللي احنا عملناه، هنقدمه بقى كده في الطبق. وبس كده، ده غدا النهاردة حبيت اشاركه معاكم. وشوية المواعين اللي طلعوا بقى دول كده من الغدا ومن السمك، قلت بقى اما اعملهم قوام، لان طبعا زي ما انتوا عارفين يعني المواعين دي مش بتخلص، والحوض ده دايما كده مليان، فعلى طول كده اول باول نغسله، هنحس الدنيا رايقة كده ونظيفة ومرتبة. لان يعني الحاجات دي بتزحم لنا المطبخ اكتر، الحاجات اللي هي بتخلي المطبخ مبهدل ومكركب وعامل زحمة هي المواعين برضو. فدايما حوضك نظيف ورخامتك نظيفة وبوتاجازك نظيف. وطبعا انتوا ما شاء الله عليكم يعني كلكم شاطرين، بس احنا بس بنتشجع من بعض، بناخد افكار. ويا ريت بعد الفيديو ده اي حد وراه اي حاجة يقوم قوام يعملها، حتى لو الوقت متأخر، حتى لو بالليل. يعني ما فيش احسن من ان انت تخلصي كده وتنجزي في يومك وتنامي بالليل كده وتحسي ان انت انجزتي حاجة وعملتي حاجة وراضية عن نفسك. يعني انا ساعات لما مثلا بكسل اعمل حاجة او بقضي يومي كله مش بعمل حاجة، بحس ان انا ضيعت الوقت مني وما استفدتش منه باي حاجة. بعكس مثلا لما يوم اقوم اشوف اللي ورايا، اروق مثلا، اعمل اكل، اعمل اي حاجة بقى في البيت، اطبخ، اعمل حلويات كده، بحس ان انا انجزت ويومي كده كان فيه بركة، وان انا استفدت باليوم ده بجد. لان هي دي وظيفتنا يعني، كل حد دي وظيفته في الحياة يعني. مثلا اللي مثلا واحدة ست بتشتغل مثلا برا بيتها او كده، فربنا يعينها ويقويها، بتبقى وظيفتها ان هي تخلص شغلها. فاحنا قاعدين في البيت، هي ده شغلنا، ان احنا نخلص اللي ورانا، نعمل اكلنا واكل عيالنا، نروق بيتنا. فدي وظيفتنا في الحياة يعني، ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال، ويديم علينا نعمة الصحة والعافية يا رب دايما. وهنا بقى كنت خلاص خلصت كده شوية المواعين الصغيرين دول. بغسل بقى الحوض كده، عشان طبعا الحوض بقى بيبقى ملحوس كده من مكان المواعين، فلازما كل حاجة يعني كل يوم اما بغسل اي حاجة فيه لازما بعدها اغسله على طول. دايما كده حوضك هيبقى منور وجميل وعمره ما هيطوس ولا لونه هيغير معاكي. بحب اغسله كده هو والسيراميك حوالين الحوض كده، لان ده اكتر حاجة بتتبهدل في السيراميك في المطبخ برضو. والحنفيات ايدينا بنمسكها على طول بايدينا، فبتتبهدل معانا برضو بسرعة.
وبس كده. وبلمع بقى الحنفيات كده، بمسح من عليها اي ميه، لان لو سبت الميه عليها الميه كده بتعمل بقع فيها، فبحب دايما ان انا امسحها. وكمان اللوفه بتاعتي دي كده الاسبونشه بمسحها كده، بغسلها بالميه واعصرها كويس واسيبها بقى تتصفى كده، بحطها انا ورا الحنفيه كده بتاعت الفلتر، عشان خاطر ايه يعني ما تعملش اي ميكروبات او اي حاجه فيها، واسيبها تنشف بقى براحتها. هنعمل بقى هنا كيك شاتو كده حلو قوي وسريع وبسيط برضو، مش مكلف معانا. انا حطيت 2.5 كوبايات من الدقيق، ويفضل ان هو يكون دقيق منخول. حطيت عليهم كيس بيكنج باودر. حطيت هنا بقى ايه حوالي يعني نص كوبايه سكر، وحوالي 3 معالق كده، ونص كوبايه من الزيت، او كوبايه يعني هي كانت قريبه للكوبايه الا ربع، وكمان كوبايه الا ربع من الحليب. تمام. وهحط بقى معلقتين كده حلوين من الكاكاو الخام. افضل انواع الكاكاو الخام اللي هو الكاكاو الخام الاسباني، بيديكي نتيجه حلوه قوي، فيا ريت لو تقدري تجيبيه، وبيكون متوفر عند العطارين برضو. وهضرب بقى الكلام ده كده مع بعضه في الخلاط كويس قوي. وبعدين بقى بعد ما ضربته كده هاخد منه بقى في اي حاجه كده في بوله حوالي نص كميه الخليط ده. تمام. ده بقى اللي هنحطه على الوش. بجد كان طعمه تحفه. كل ما الكاكاو يكون انضف بيكون طعمه بيديكي نتيجه حلوه قوي، بيديكي درجة غمقان كده من اقل كمية بتحطيها. حطيت بقى حوالي نص كوباية من اللبن كده، وانا كمان احتجت عليهم شوية. طبعا انا زودت لبن تاني عشان الشوية اللي احنا اخدناهم دول للوش. تمام. وحطيت بقى بيضتين، وكمان كيس فانيليا وشوية خل، شوية خل صغننين، حوالي معلقتين كده خل. الخل طبعا زي ما قلت لكم ده بيبقى محسن كيك طبيعي كده، بدل المحسن الكيك ده بيكون محسن للكيك طبيعي. وحطيت بقى الخليط بتاعي كده على الدقيق، وهبدأ بقى اقلب لحد بقى ما اخلي الكلام ده كله متجانس. بصوا بقى طلعت تقيله برضو، فضفت تاني شويه لبن حوالي ربع كوبايه تاني. يعني هي اخدت معايا كله كده حوالي كوبايه وربع من الحليب. تمام. من اول الخليط اللي احنا خدنا منه شويه، وهنا زودت تاني حوالي ربع كوبايه غير النص كوبايه اللي انا حطيتها تاني. جبت بقى صينيه كده مبطناها بمعلقه سمنه ودقيق كده، وبدات بقى انزل الخليط ده فيها كده وهظبطه. نعمل الصينيه ايوه كده عشان خاطر نخبطها كده على الرخامه عشان يتظبط بقى الخليط بتاعنا. بصوا اللي على الوش ده كان كاكاو من اللي انا شلته على جنب من المعلقه بتاعته يعني. هي اللي عملت فيه كده. ودخله الفرن بقى على درجه حراره على درجه حراره 180 على الرف الاوسط. تمام. وبعدين بختبره بخله اسنان كده بقى. شايفين الكيك ما شاء الله ناجح، وانا بحب اخرمه كده عشان خاطر لما احط بقى عليه الصوص اللي انا شلته على جنب اللي هو صوص الشوكولاته يتشربه كويس قوي، يدخل بقى في الكيك كده من جوه، تبقى الكيك كده غرقانه فيه. بصوا بقى ما شاء الله يعني تحفة، سريعة قوي وسهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكم وقت. وكمان يعني عملناها ببيضتين بس، وحاجة كده اقتصادية وموفرة معانا. بس كده احلى كيك شاتو ممكن تجربيه بأسهل طريقة ممكن انتي تعمليها. وكمان صوص الشوكولاتة الاقتصادي ده كان تحفة بجد. بقطعها بقى اوريكم دلوقتي بقى عالية ازاي كمان. بصوا بقى الكيك لونه عامل ازاي، وكمان غرقان بقى في الصوص، وكمان عالية ما شاء الله وهشة معايا. تحفة بجد. لو انت حابة كمان تزينيها بحاجات اكتر من كده وكريمة براحتك بقى، هي بصراحة بتبقى طعمها جميل قوي. وبعدين بقى اجيب بقى شوية الطماطم بتوعي اللي انا قلت لكم كنت جايباهم دول حوالي 2 كيلو ونص كده. انا كنت جايباهم بقى كان عندي طماطم في التلاجة، بس قلت اما لقيتها كده قلت اخدهم واعملهم بقى افرزهم كده في التلاجة. جبت بقى الطماطم كده وغسلتها كويس، وحطيت عليها بقى شوية خل كده وانا بغسلها. انا كنت غسلاها قبل كده على فكرة، بس انا طلعتها من التلاجة قلت ما اشطفها تاني قبل ما احطها برضو. ببص فيها كويس، لازم تبصوا فيها كويس قوي في فصل الصيف بالذات، عشان طبعا انتوا عارفين اي حاجة والفواكه كمان لازم تبصوا فيها لما تفتحوها كده من جواها، ان فصل الصيف طبعا الحاجة بتضرب بسرعة وبتبوظ بسرعة. فلو بصيتوا فيها كده ولقيتوها اول كام واحدة كويسين ما فيهمش حاجة، فيبقى الدنيا تمام كده ونبدأ نشتغل عادي بقى على طول. بدأت بقى احطها كده في الخلاط واملاه كده بقى واحط عليه شوية مية. ودي طريقتي بقى في تفريز الصلصة، احلى طريقة بجد. يعني انا جربت اللي هي اسلقها الاول، احطها في الحلة وهي تنزل ميتها وتتسلق، وبعدين اضربها في الخلاط، بس مش بتديني نتيجة حلوة. مش بحب لونها، بتكون لونها فاتح قوي، مش بتديني اللون الغامق الجميل الاحمر الجميل. فانا بحب ان انا اعملها بالطريقه دي اللي هي العاديه خالص، اللي هي بنضربها في الخلاط ونصفيها ونسيبها بقى تتسبك على النار لحد ما كميتها تقل خالص.
وبعدين بقى نبدأ ان احنا نطفي عليها بقى، وبعد كده نفرزها. طبعا بنسيبها لما تنزل ميتها خالص وتتسبك وتقل خالص. انا بحب برضو اصفيها عشان تنزل اي تفل فيها، ما بحبوش يكون في الاكل، فتكون جاهزة معانا يعني كده بتكون جاهزة معانا. انتي بتطلعيها من الفريزر يا دوبك على الاستخدام على طول. وبس كده بقى لحد ما خلصت الكمية بتاعتي وهم عملوا لي الكمية دول، احطهم بقى على النار واجي بقى اروق كده مكان ايه ما انا عملت. زي طبعا ما احنا عارفين ان احنا ايه لازم نكون كده شاطرين، واول حاجه كل حاجه تطلع اول باول كده نعملها. يا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تنسيش تحطي لي لايك ودعميني بكومنت حلو منكم. بجد الكومنتات بتفرق معايا، واللايك يعني ربنا ما يحرمني من كومنتاتكم الجميله وكلامكم الجميل. وبس كده بقى شطفت الحاجات دي وغسلت الحوض برضو بعديها غسله سريعه كده. فاضيه انا بقى كل شويه اغسل في الحوض. معلش سامحوني بقى، زي ما قلت لكم كده انا بحب اغسله دايما عشان بيبقى نظيف دايما. بعد اي حاجة بعملها فيه بحب اغسله كده ويكون نظيف على طول. وبس كده الدنيا خلصت الدنيا وبقت الدنيا رايقة وجميلة اهي. وهنا بقى الصلصة بتاعتي اهي بعد ما حطيتها على النار، وهنا بعد ما اتسبكت اهي وبدأت توصل بقى القوام اللي احنا عايزينه. يعني هي كده بصوا قلت ازاي ولونها احمر وجميل ازاي. الطريقة التانية بقى دي مش بتديني النتيجة دي خالص. بجيب بقى حاجة كده والبس فيها اكياس اللبن، انا بحب احفظها في اكياس اللبن مش تاخد مكان كبير. وبتحطي بقى الكمية اللي انت عايزاها، طبعا عايزة اكتر من كده عايزة اقل براحتك. طبعا هي بتكون مركزة، يعني الشوية دول بيكونوا مركزين. يعني احنا ممكن لما بنطلعهم ونستخدمهم كمان يعني بضيف عليهم شوية مية كمان، وبحط عليهم مثلا معلقة صلصة اللي هي بتاعة البرطمانات، بتكون حلوة قوي وموفرة كمان معانا في الوقت والمجهود وكل حاجة. تمام. والطماطم ساعات بيجيلها وقت كده وفعلا هي مجنونة يعني، وتلاقي اسعارها نطت كده مرة واحدة. فالتفريز ده بينفعنا، بينفع قوي يعني في الاوقات دي. احطها بقى كده في الاكياس بتاعتي واظبطها. يعني هي الكمية دي 2 كيلو ونص، عملوا معايا 4 اكياس، بس انا زي ما قلت لكم هي مركزة طبعا. الكمية دي بتكون مركزة. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وروتين النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتدعموني بكومنت حلو منكم. ولو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.